ماذا قرر اتحاد الكرة بخصوص جهاز الأهلي المؤقت؟ اتحاد الكرة وافق على انضمام أمير عبد الحميد جهاز النادي الأهلي المؤقت الذي يقوده عماد النحاس لمدة شهر. ما قرر عماد النحاس بخصوص تدريبات الفريق؟ قرر تعديل ميعاد المران وإقامته مساء للفترة القادمة في ظل اعتراض اللاعبين كثيرا على إقامة التدريبات صباحا في فترة ريبيرو. ما سبب الجدل الذي أثاره إبراهيم فايق على السوشيال ميديا؟ إبراهيم فايق أكد أن سيد عبد الحفيظ رحب بالعودة لمنصب مدير الكرة، لكن من تراجع هو النادي الأهلي ومسؤوله الأحمر. ما رد مصدر من الأهلي؟ مصدر بالأهلي أكد أن الفكرة طرحت بالفعل في لجنة التخطيط، لكن مسؤول النادي فضلوا اختيار شخصية جديدة لم تعمل سابقا في النادي، خصوصا أن سيد عبد الحفيظ مرشح للتواجد في عضوية مجلس الإدارة في الانتخابات القادمة. ماذا فعل وليد صلاح الدين بعد تعيينه مديراً للكرة في الأهلي؟ عقد جلسة اليوم مع محمد يوسف والكابتن محمود الخطيب لتسليمه مهام عمله بشكل رسمي، وأكد في تصريحات تلفزيونية أنه ابن من أبناء النادي الأهلي وسوف يجتهد لإثبات نفسه في هذا المنصب ويقدر الثقة والمسؤولية الكبيرة ويعد بأن يكون على قدر هذه الثقة. ما الملف الجديد الذي قد يكلف به وليد صلاح الدين؟ هناك اتجاه كبير في الأهلي لتكليفه بملف التجديد لأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا خلال الأيام القادمة رغم ظهوره في معسكر منتخب بلاده. ما موقف أشرف داري مع منتخب المغرب؟ يواجه شبح الغياب عن مباراتي المنتخب المغربي أمام النيجر وزامبيا بسبب عدم تلاشي الآلام بشكل تام من العضلة الخلفية حتى الآن. هل فاوض الأهلي مع مورينيو أو روجر شيميت خلال الساعات الماضية لتولي المهمة الفنية للفريق بدلاً من ريبيرو؟ الأهلي نفى كل ما يثار حول التفاوض مع مورينيو أو روجر شيميت خلال الساعات الماضية لتولي المهمة الفنية للفريق. ما موقف ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي؟ نفى كل ما يثار حول رفض تدريب الأهلي وأكد أن الأحمر فريق كبير وليس من السهل رفض تدريبه. ماذا يستعد الزمالك لفعله مع حسام عبد المجيد؟ يستعد لتقديم عرض جديد له خلال الفترة القادمة على أمل إقناعه بالتجديد دون وضع شروط جزائية. ما سبب غياب حمزة علاء في البرتغال؟ وكيل أعماله أكد أن عدم حصوله على رخصة العمل حتى الآن هو ما يعطل ظهوره في المباريات الرسمية، وهم الآن في انتظار اعتماد بعض الأوراق في السفارة البرتغالية في القاهرة. ماذا يفعل صلاح والشناوي ولاعبو المنتخب الكبار؟ بيحفزوا باقي زملائهم للفوز على إثيوبيا لقطع شوط كبير في مشوار التأهل نحو كأس العالم على أمل الحسم رسميا بعد مواجهة بوركينا فاسو.